الناس اللي كتمجدوا رئيس الغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة، حنا كندويو عليه كمسؤول سياسي فاشل في الغرفة الفلاحية ديال جهة سوس ماسة وفي المنطقة ديال سبت القردان. وماشي ضروري اننا ما كتربطنا معاه حتى شي مصلحة او لا ما كنجالسوه او لا شي واحد كيقول باننا كندقوا البيبان كنلقاوهم مسدودين او لا بغينا شي منافع ماديه. فهاد الكلام غير ديروا ليه الغربال. حنا ما كنشخصنوش الامور وماشي شغلنا في حياته الخاصه، ولكن كمسؤول الغرفه الفلاحيه والمعرض الفلاحي الدولي اللي دار في اكادير، هذاك المعرض واحد الحاجه اللي كيبين ان الغرفه نجحت فيها هي التصاور. ملي بدا هذاك المعرض وانتم كتصوروا تلوحوا في التصاور وتصوروا تلوحوا في التصاور، ومن بعد حياتكم كامله حملات ودعايات انتخابيه. انا كنقولها كمواطن مغربي، كمناضل حقوقي صحراوي مغربي، لا يهمني ما يقال عني من طرف المحيطات والدوائر التي يحميها اللوبي السياسي. باش تجي انت تمجد واحد وتجي تعيبني انا ما كتهمنيش، لانك انت منبطح، انت انسان الدم ديالك فيه الدل ومنبطح وعزيز عليك تبلحيس. اشنو غندير لك انا كنقول بصريح العباره بان السيد رئيس الغرفه الفلاحيه لجهه سوس ماسة انسان محدود وداخليا مهدود، وفي السياسه فاشل، لأن ما عندوش واحد النظرة ثاقبة، ما عندوش واحد الخارطة ميدانية اللي غادي تزيد شي حاجة للمنطقة. ما كاينش هادشي. سيد راه ديك النهار كان في حزب، جات هاد الموجة ديال الأحرار نقز. علاش هذيك التنقيزة راه عندها تأويلات، حنا ما بغيناش ندخلوا في هادشي، ولكن هاد السيد هذا راه فاشل. والمعرض هذا الفلاحي في أكادير معرض ديال التصاور، تصوروا تلوحوا في فيسبوك، تصوروا تلوحوا انا مع هذا وانا مع هذا. مع من شنو هي الاضافه اللي عطيتو للاقليم وعطيتو للمنطقه ديالكم؟ شنو هي الاضافه؟ معلقين في هذوك البادجات وداك الشيء وتصوروا والو. الاغلبيه ديالكم ابناء عائلات ديكتاتوريه وكالين عرق الخدامه، لا علاقه. كمامر الشيكات والقرض والروينه شنو عطيتو للبلاد؟ شنو الاغلبيه ديالكم؟ قهرتونا بالتصاور. الاداره ديال الفيسبوك كتقول وكاش هاد التصاور اللي تلاحوا في يامات هذا المعرض، والاداره ديال الفيسبوك بريئه من هاد التحايل وهاد الطنز هذا. انتم لا شيء. انا كنقولها لك، راه ماشي ضروري انا باش تقول لي. كانوا شي بعضين كيقول لك اودي راه حمزه الحزين ما تسوقش ليه هذاك السبع ديال سبت القردان وهو نايض ليه. شبيني وبينه الله يسهل عليه ويسهل على اي واحد، ولكن هو دخل لواحد المجال اللي ضروري غادي نتكلم. الفلاحه واكلين العصا، الفلاح الصغير قاعد دفنوه، المتوسط راه غادي يلحق للصغير. دوك اللوبيات اللي عندهم كارت كريز واللوبيات اللي كيلهفوا في الفلاحه راه كاينين مستولين على كل شيء، دايرين في الكوتاكوت ما بغيتو. المخطط الاخضر من شحال هادي نهبتوا على الاراضي، درتوا مشاريع وهميه باش تاخذوا الدعم. اش غتقول لي انا عليهم؟ كنعرفوهم مسخين واكلين اللوسخ وموسخين، وداك الشيء غادي يرجع عليكم. كاين واحد المجموعه ديال المتملقين يضلوا يتصوروا ويصوروا فيكم ويلوحوكم في الفيسبوك مراد مساكن، مراد بالتملق والتبلحيس. شنو غنديروا لهم حنا؟ حاسدوا؟ لاش غادي نحسدوا؟ انا ماشي من النوع ديال البشر اللي كابر بالحقد واحساس بالنقص والدونيه، ولا لاش غنحسدوا؟ انا ماشي من هذاك النوع. انا ما عزيزش عليا. انا كاع هادو اللي كيكونوا مزوقين ومنفوخين بالخوا الخاوي ما نديها فيك، واخا يكون عندك الخبز، يكون عندك الهواء النفس والماء. تمشي غلط. راه الدم اللي كيتكلم ماشي اللسان. اذا الغرفه الفلاحيه لا شيء، رئيس الغرفه الفلاحيه لا شيء، هذوك اللي معاه لا شيء، المعرض لا شيء، الفلاحه لا شيء، العطاء لا شيء. حاله الفلاح مزريه يندى لها الجبين وفي الحضيض. ولكن تصوروا البروتوكول راكم كتصوروا، وتصوروا عمرتوا الفيسبوك بالتصاور، دعيناكم الله.